طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الطفل اللي اسمه سكات، يعني طفل حزين اللي انجلد بهذيك المرة. طيب المهم، بعد خلدا. طيب هذا الطفل كان يبي يفتح المايك، وكان يبي يلعب مع بنت، وهو كان فاتح المايك فجأة. لا، كان لازم المايك انه يمسك، لازم يكون عندك فوق 18، والطفل كان تحت 18، يعني صغير، يعني حتى يمكن ما وصل 13. اوكي، وراح اخذ هوية امه، وبعدها راح فتح المايك وقعد يتكلم البنت اللي صورت الفيديو. وبعدها أخته درت إنه فتح المايك. وبعدها أمه راحت علمت أمها. وبعدها على طول أمها أخذت الحزام وقعدت تجلد ساعتين. وبعدها جت أم ساعتين. ساعتين لا، صح، ساعتين هو، لكن مو عادي. وبعدها دخل أبوه، ثم قعد يجلد 7 ساعات. يعني مثل متخيلين 7 ساعات يا رجل. ورحم الولد المسكين تراه، يعني ليش ينجلد؟ كان الأم والأب سكرانين. وبعد وانا شفت ناس يقولون انه هو راح قال لهم ابي افتح المايك، وامه وابوه كانوا سكرانين. بعدها قاموا يجلدونه. وفيه اللي يقولون ان هذا الطفل كان يبي يلعب مع بنت خالته، وبعدها كان يبي يفتح المايك عشان يكلمها. وبعدها هذا شو اسمه، كنت أقول بعدها لا بس بعدها شو اسمه، بعدها أخذ هوية أمه. يا أخي بعد أخذ هوية أمه، وبعدها كتب الرمز وصار يلعب مع بنت خالته. وبعدها أمه جت جلدته، لا أو أخته جت عرفت إنه فتح المايك وقاعد يتكلم. وبعدها راحت قالت لأمه. بعدين أخذت الحزام وصارت تجلد، يعني انجلد يعني كم يعني 9 ساعات انجلد، 7 ساعات وساعتين انجلد فيهم. يعني 9 ساعات انجلد يا ابن آدم، يا عالم ارحموا أولادكم. حرام انك تضرب ولدك اللي ما يعرف شيء، ما يعرف ان هذا خطأ، ما يعرف، مو تكون تجلد. يعني حرام انك تجلد مسكين. طيب هو ما يدري، قل ان هذا خطأ، مو على طول تاخذ الحزام طع. يعني الطفل مسكين، والله يرحمه. أصلا يمكن والمقطع انتشر شهر 6 و7 كذا. يعني انجلد يعني. وبعدها البنت بعد
بعد ما انجلت وطلعت اختفت عن التيك توك تماما. يعني استغربوا. اختفت الولد، وبعدها الولد اللي يقولون مات، وبعدها الولد دخل روبلوكس وغير شخصيته. يعني شخصيته صارت مدري كيف، شخصيته تغيرت بالمرة. اللي يعرف اسمه يكتب لي اياه بالتعليقات. هذا كان فيديونا اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك والكومنتات اللي زي وجهكم اللي زينا. مع السلامة، باي.